كريستال. السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل الفطير المشلتت بطريقه سهله وبسيطه. انا هحضر كيلو دقيق وهعمله في الكبه عندي. السلاح دوت بتاع العجين. الكبه عندي بتشيل كيلو دقيق، فانا هعمل كيلو عشان هو محتاج عجن كتير. اهم حاجه نعجنه كتير الفطير عشان يطلع معانا مظبوط. فانا هحضر كيلو دقيق وهحط على الدقيق كيس بيكنج باودر و3 معالق سكر كبار ومعلقه ملح، وهعجن بميه. بس هي دي المكونات، مش هحط حاجه تانية، ومش هعجنه بلبن او احط زبادي او اي حاجه. هو بس المكونات دي: دقيق وسكر وملح وكوبايتين ميه على حسب الدقيق اللي عندنا بيشرب سوائل ولا لا. فانا عندي الدقيق اخد كوبايتين ميه. هننزل بالميه كده واحده واحده لحد ما العجينه تتلم معانا. اهم حاجه العجن يا جماعه، بجد كل ما نعجن في العجينه بتاعه الفطير بتطلع معانا تحفه. فانا هننزل بالميه حبه حبه كده. هنوقف عجن كده ونشوف العجينة بتاعتنا. بصوا طرية وهشة ازاي. احنا عايزينها القوام دوت. هنحضر عندنا صينية وهندهنها مادة دهنية، وهننزل كده بالعجينة في الصينية. هنقسم العجينة على حسب الفطيرة اللي انتوا عايزينها. عايزين حجمها كبير، عايزين حجمها وسط، عايزين حجمها صغير. انا هعمل هنا 2 كبار والباقي كله صغير. واهم حاجة السمنة البلدي او الزبدة. الفطير بنفردوه بالسمنة البلدي او الزبدة، ما ينفعش حاجة غير كده. نلم العجينة تاني بايدينا كده بالشكل دوت عشان نقسمها الكور كده. هنقسم العجينة بالشكل ده الكور، وعلى حسب ما انتوا حابين الفطيرة تبقى حجمها قد ايه هنقطع بيها العجينة. هنحضر الزبدة ونسيحها ونجيب الفطير وندهنه كده بالزبدة عشان ما يلزقش في بعضه. واهم حاجة نسيبه يرتاح، نسيبه فترة طويلة ساعة يرتاح عشان نفرده ويتفرد معانا بطريقة سهلة وبسيطة. كل ما يرتاح العجينة كل ما تتفرد معانا اسهل وتريحنا في الفرد. وهنحط على الزبدة ظرف كده فانيليا بيخلي ريحة الزبدة بجد تحفة. هحط زيت على الترابيزة عشان خاطر الفطير يتفرد معانا بطريقة سهلة وما يلزقش في الترابيزة. ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنفرد كده بالشكل ده على الترابيزة كلها زيت، وهجيب الفطيرة بتاعتنا ونفردها بالشكل دوت.
ويتفرد معانا بسهولة. اهم حاجة ترتاح. احنا مش هنفرد الفطير بالزيت، احنا هنفرده بالسمنة، بس انا حطيت زيت على الترابيزة عشان يبقى سهل معانا الفرد. هنحط زبدة كده او سمنة بلدي ونفرد كده، هيبقى سهل معانا. ولو اتقطعت معانا مش مشكلة، اهم حاجة بس الطبقة تبقى رفيعة خالص ويتفرد معانا كده بالشكل ده. لما تجربوه في البيت بجد هتلاقوه سهل جدا مش صعب. هنحط ايدينا كده تحت العجينة ونشدها بايدينا بالراحة عشان ما تتقطعش، وهنفرد كده بالشكل ده لحد ما تتفرد معانا. وهنحط كده طبقة سمنة ونطبق العجينة بالشكل دوت. هنطبقها كلها كده على بعض، هنطبقها بالشكل ده عشان تعمل معانا الرقات اللي هي بتبقى في الفطيرة. وهنرش سمنة تاني بالشكل ده ونطبقها وهنلفها لحد ما تبقى زي الكورة كده بالشكل ده. ونجيب صينية وندهنها مادة دهنية ونحطها في الصينية لحد برضو ما ترتاح. وهنعمل الكمية كلها بالشكل ده، مش هنفردها في الصينية، احنا هنسيبها ترتاح وقبل ما ندخلها الفرن هنفردها. هنجيب الفطيرة التانية وهنبدأ نفردها. هنعمل الكمية كلها بالشكل ده.
فطيرة فطيرة كده ونفردها في الصينية، هتتفرد معانا بسهولة. اهم حاجة الفرن تبقى سخنة جدا عشان خاطر الفطير ما ينشفش معانا. هنفرد الفطير كله بالشكل دوت. يا ريت كلكم تجربوه تعملوه في البيت، بجد بيبقى طعمه احسن من الجاهز. وممكن نعملوه في الطاسة على النار من فوق. انا هنا بفرده هحطه في الفرن. طريقته سهلة جدا واقتصادية، والمكونات كلها متوفرة في البيت. بجد ادمان، هتجربوه وهتدمنوه، هتعملوه كل شوية. وينفع كمان كوجبة فطار او غدا او عشاء، جنبي بقى طبق العسل الابيض والاسود والجبنة القديمة، بجد خرافة. بعد ما نفرد الكمية كلها بالشكل ده هندخله الفرن، وهيطلع معانا بالحلاوة دي، بجد طعمه رهيب. يا ريت يا جماعة كلكم تجربوه وتكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم. يا رب تكون الطريقة عجبتكم. ويا سلام بقى لو جبنا طبق وقطعنا فطيرة كده وحطينا عليها سكر ولبن، بجد رهيب. انا حطيت هنا واحدة حطيت عليها عسل ابيض، بجد طعمها تحفة من غير اي حاجة. بصوا مورق ازاي، بجد والله طعمه بجد تحفة جدا. مستنياكم تجربوه تكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم، ومتنسوش تعملوا لي لايك وكومنت قمر كده شبهكم، وتشتركوا في القناة.